السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم وصفات نفولة. نرحب بكل مشتركاتي واي وحده جديده معنا. نرحب بك تاني حبيبتي. اذا عجبتك القناه ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. حبيباتي دعموني باش توصلوا بجديد الوصفات باذن الله كما عودتكم البسيطه والسهله. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفة المبسس ديروها مع اتاي الله ولا قهوة. صدقوني بنا ما شاء الله مبسس معسل وطري وكامل غادي ينجح معاكم من اول تجربة. ما عليكم غير تتبعوا هاد الوصفة ويلا بسم الله. اذا هنا عندي سميد متوسط كما راكم تشوفوا، ما نديروش سميد رقيق وما نديروش سميد غليظ ولا خشين، نديرو السميد هذاك المتوسط. ديروا عبر يعني قيس افراد العائله، عبر زوج غرفيه يعني كما تبغوا نتوما والعبر تاع العائله تاعكم. درت معاه نصف ملعقه نتاع الملح، ملعقه كبيره يعني ممسوحه نتاع السكر، درت ملعقه صغيره ممسوحه نتاع فانيلا بودغ، وراح ندير هنايا حوالي ربع ملعقه نتاع خميره كيميائيه. هنا هذه اختياريات، تبغوا ديروها تبغوا ما ديروهاش. ميمسي لافاني يعني بكري ما كناش نديرو فيها لافاني، وميمسي الخميره ما كناش نديروها، بصح انا راني وليت نديرهم دائما وتخرج لي نتيجه شابه. هنا بعد ما خلطت النواشف كما شفتوا، هنا شوفوا شحال عندي. شوفوا غادي نعطيكم بالمغرف. درت حوالي 3 مغارف نتاع الزيت، زدت عليهم شوفوا دوبت 2 ملاعق كبار بومبي معمرين يعني توصلوا حتى 3 ملاعق نتاع الزبده، دوبتها وزدتها على هذوك 2 ملاعق ولا 3 ملاعق نتاع الزيت. يعني ديروا 3 ملاعق زيت، زيدوا عليهم هذيك الزبده الدايبه ودخلوهم في هذا الخليط تاعنا تاع السميد وحاولوا تبسوا غايه. شوفوا هذه المرحله ضروريه. على سموه المبسس باسكو يتبسس، تبسوه بهذيك الزيت والزبده، تبسوه مليح. شوفوا يعني الطريقه، يعني مبغيتش نقطع معكم، راني نوري لكم في الطريقه تاع التبساس. يعني حاولوا تدخلوا كل حبه تاع سميد دخلوا فيها هذيك الزبده والزيت. شوفوا يعني تبسوها غايه بيديكم. من بعد هنا راح نجيب الماء، نلموها بالماء العادي، ما تدفوه ما تحموه ما والو، بماء عادي من الحنفيه ولا من ليسونسيال الماء اللي يكون عندكم ديروا به عادي، ما تدفوه ما والو. نبداو تاني بشويه، يعني ندير في داك الماء ومام راني تاني نبسس في العجينه تاعي ونلم فيها. ما نعجنوش العجينه تاع البسس، عمرها ولا تتعجن. وتاني يعني ما نجروهاش بالماء، غير حوالي غير يتلم لنا الخليط تاعنا، عفوا يتلم لنا العجينه تاعنا، خلاص نحبسو. شوفوا تبعوا الطريقه اللي راني ندير فيها تاني، يعني الطريقه هذه راهي واضحه وكما راكم تشوفوا. يعني شوفوا انا عندي 10 مع البسس من بكري ملي كنت صغيره. اول حاجه بالك بديت فيها في الكوزينه هي البسس، يعني ملي كنت بالك دوزياماني سوام ولا تخوازياماني من بكري ندير المبسس، ودائما يخرج لي غايه وكانوا يسقسوني عليه. شوفوا المبسس باش ما يخرج لكمش كاين اللي يخرج لهم يابس، باش ما يخرج لكش يابس سيداتي ما ديري لهش الماء بزاف عادي. شوفوا هنايا غير تلملي صاي حبست الماء، باسكو غير تجروه شويه بالماء غادي يجيكم، غادي غير تقلوه غادي يجيكم يابس، غادي يولي لكم حجره. وثاني يكون نديروا لهش بزاف، يعني تكثروا الزيت ولا الزبده على الماء، يعني كون تزيتوه بزاف غادي يتحلل لكم في المقله. ثم ديروا له العبر اللي عطيتها لكم راه نيشان. من بعد ما تلملي يعني شوفوا غادي يعاونكم نورمال، تحطوه فوق سطح العمل وتجو تبلاطوه يعني غير بيديكم، ما نحتاجوا فيه لا حله لا والو. هذا بس يعني تقليد بكري، ما نحتاجوا لا حله لا والو، غير يدك وراكي بلاطيتيه غايه. انا من النوع اللي تبغي المبسس رقيق، انا ما نبغيش داك المبسس اللي يجي غليظ، الحبه تجي غليظه، نبغيه عادي يكون متوسط مليح. يعني الطريقه هذه صدقوني طريقه ناجحه بزاف، وانا طبعا ديتها على امي، وصفات امي دائما ناجحين ومن اول تجربه. ثم كي راني نعطيها لكم ديروها وغمضوا عينيكم. شوفوا انا بغيت نديرهم يعني مربع كامل، بغيت نديرهم مربعات. ثم عادي تنجموا تقطعوهم، تنجموا ديروهم كيما المقروضات يعني معينات، تنجموا تطبعوهم بالطابع. يعني دروك راهم يتفنوا فيه البسس، انا بغيت ندير لكم الطريقه التقليديه العاديه، فبغيت نديرهم كاع كيف يكونوا مربعات. شوفوا راني نقطع فيه بالسكين بهذه الطريقه. في نفس الوقت راني دايره المقله تاعي راهي تسخن، درت فيها شويه نتاع الزيت، ما تكتروش الزيت، ما غاديش نعوموه في الزيت، وثاني ما ديروش غير شويه باسكو يشرب لكم داك الزيت. تما دوك نوري لكم يعني كي نبدا نقلي غادي تشوفوا معايا الكميه تاع الزيت اللي درتها. تخلوه يسخن، يعني كي تجو تقطعوا تخلوه يسخن على نار تكون متوسطه عادي، وتبداو تقطعوا في المبسس تاعكم وديروه ينقلى.
يعني هو ما يشد لكمش كاع الوقت، بالخف يوجد، يعني انا ديروه بالخف، في نفس الوقت راكم طيبوا في لاتاي تاعكم ولا راكي تغري في الحليب تاعك ولا باش يعني تشربوا به القهوه ولا لاتاي. بالخف بالخف بالخف، يعني ما غاديش كاع يشد لكم الوقت. شوفوا هنايا كي راني نقطع، راني بالسكين كيما راكم تشوفوا راني نوخر الحبه على اختها، وفي نفس الوقت راني نسقم فيهم. يعني هكا راني بلاك راكم تشوفوا كي راني ندير، راني نسقم في الحبات تاعي باش يجوا كامل مسقمين. بعد هنا يعني بديت تاني بيديا نسقم في هذوك الحبات تاعي يعني بهذه الطريقه، وندوهم ينقلوا. وهذيك بالنسبه لهذيك العجينه اللي بقات لي البسس، عادي تعاودوا تكوروها وتعاودوا تبلاطوها وتخدموا بها عادي. نشوفوا يعني بعد ما ديتهم في الزيت، شوفوا قلت لكم ما ديروش كميه كبيره بزاف تاع زيت حتى يتعوموهم. وتاني ما ديروش غير شويه، شكون ديروا غير شويه تاع الزيت يعني كانكم راكم تحمروا فيهم، يعني غادي يشربوا لكم هذاك الزيت، ما يجوكمش شابين، يجوكم مزيتين. بصح ديروا لهم هذه الكميه تاع الزيت، وبداو تقلوا فيهم عادي على نار متوسطه. شوفوا يعني بعد ما حمرت لي شويه قلبتهم، غادي كي يطيبوا لي من الجهه هذيك غادي نعاود تاني نحمرهم يعني في هذوك الوسط، كانوا عاد ما حمروليش، فعادي تبداو تقلبوا فيهم يعني بالفرشيطه حتى يطيبوا لكم ويحمروا لكم من كامل الجوانب. وكيما راكم تلاحظوا والله ما نقصت عليكم حتى لقطه. شوفوا ما ينتحلوا لكم كيما راكم تشوفوا، يعني ما ينتحلوا في المقله، ما يطلقوا لكم هذاك يعني السميد كامل ينطلق لكم في المقله، ما والو يعني يتحمروا لكم غايه، يطيبوا لكم غايه، ما ينتحلوا ما والو، ويجوكم طريين وما شاء الله. شوفوا يعني انا بعد ما راني نقلح فيهم راني نحط فيهم في طبسي اللي كنت درت فيه الورق المصاص ولا بابي ابسوربون. ديروهم يعني ينشفوا من هذاك الزيت، يعني نقطروهم مليح مليح ونشفوهم مليح من الزيت، ومن بعد نحطوهم في الصحن تاعنا ونقدموهم مع العسل. يعني بعد ما يتفاو شويه ولا يعني غير يتفاو لكم شويه، نقلعوهم من هذاك الورق المصاص ونحطوهم في الطبسي ونقدموهم مع العسل. شوفوا يعني يجوا معسلين ما شاء الله. صدقوني حبيباتي الذوق تاعهم رائع، اللي يبغون بس غادي كامل تعجبكم هذه الطريقه. وتاني لي اول مره غادي ديرها راني متاكده بلي غادي يخرج لك ويعني ديريه وانت مغمضه عينيك غادي تخرج لك هاد النتيجه. شوفوا يعني انا قسمت معاكم، ما تجي قاصحه، ما يجي هذاك المبسس اللي كيما نقولوا ميدم بزاف ما والو، طريقته ناجحه وسهله بزاف. إذا شاركت معكم وصفة المبسس المقلي والمعسل، طريقته ناجحة وسهلة، نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة. نتمنى حبيباتي تجربوها وتشاركوها مع أصدقائكم باش تعم الفائدة. تهلاو لي في روحتكم والسلام.